حياكم الله أحبة مشاهدي ومتابعي قناة الصلاحية في برنامج بوضوح. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن موضوع الزراعة والتعويضات الأخيرة للشلب. راح نتداول هذه التفاصيل مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ علاء شداد العابدي. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا وكل خطوه مثله. اهلا بكادر قناه الصلاحيه، هاي القناه التي تنقل معاناه المواطنين، ومشكورين على هذا الجهود، ونتمنى لكم التوفيق والاستمرار بعملكم والشجاع والبناء لمدينتكم. بارك الله بكم. الله يسلمك أستاذ علاء. أستاذ علاء، بدار نعرف المشاهد يريد يعرف إنه علاء شداد هل هو ناشط مدني أم سياسي أم مدافع عن الفلاحين؟ علاء شداد مزارع فلاح، ليس بسياسي او ناشط مدني. علاء شداد من رحم هاي الارض اللي انظلمت على مدار 20 عام. علاء شداد انه اللي خلى يتبنى هذا الموضوع ظلم الارض اللي حصل على مدار هاي السنين، انظلمت حقيقه يعني إذا نقول مدافع عن الفلاحين. مدافع عن الفلاحين. ليش اخترت هاي الفئة؟ انعدمت استاذ، هاي الفئه انعدمت، انحرمت، انظلمت كثيرا. يعني هاي الفئه انه الناس التجأت الى غير الزراعه، غير مهن. يعني هاي المهن متوارثينها من الاجداد للاباء لحد ما وصلت لنا اليوم. الارض كرامه، الارض احترام، الارض قيم، الارض مبادئ، الارض عرض يعني. فانتركت اراضينا وانحرمت من الزراعه والاهمال الحكومي، وصار عليها تجاره حقيقه يعني. بالتالي تطورت الى تاسيس لجنه تنسيقيه. بدنا نعرف شو تاسست اللجنه التنسيقيه وما هو السبب؟ اللجنه التنسيقيه كانت ندوه، مو لجنه تنسيقيه، قبل لا حتى ما نروح لغير اماكن. بدايتها نعرف بدايتها انه كانت ندوه من الاخ العزيز مروان حميد مظلوم، دعا بعض الفلاحين ورئيس اللجنه اتحاد الجمعيات الفلاحيه لاجتماع واخذ راي على مود يشوف شنو وضع الزراعه وشنو الاهمال اللي صار عليها. فاتفقنا اثناء الاجتماع انه نطلع مظاهرات ونغلق بنايه القيم المقاميه لحد ما يوصلنا خبر من الحكومه المحليه، نعرف شنو السبب انه برنا. ليش بور؟ احنا مناطقنا مناطق شلبيه، اليوم شلب الشاميه معروف، شلب العنبر معروف. فشكلت اللجنه التنسيقيه بعد المظاهره وغلق مقاميه الشاميه. بنينا اول شادر بباب القيم المقاميه، والقينا بيان في ذاك الوقت. كان تفاعل من الناس الفلاحين؟ التفاعل كان بسيط، يعني الناس كانت ما تريد. الفلاحين تعرف ناس كبار وناس شيبه وشيوخ، ويعني ما كان عندهم الجرأه والجسم للتظاهر. يعني ما متعودين على التظاهر، انه اليوم الفلاح ما متعود انه يطلع مظاهره ويطالب حقه، الا القليل منهم يعني. فصارت انه الفكره انه من طلعنا صرنا مظاهرات وغلق. تفاعلت ويانا الناس، تفاعل ويانا المحيط، الناس الكسبه، الناس المثقفين، الاعلاميين، تفاعلوا مع هاي التظاهرات. فشكلنا لجنه، احنا لجنه تنسيقيه من رحم الفلاحين، التفاوض مع المسؤولين والمعنيين بالشأن الزراعي. فكان الاجتماع اول اجتماع عندنا كان بمضيف عباس علفته ابو صمود بالصلاحيه بعد غلق القيم المقاميه، وحضر النائب ناظم الشبلي، وكان حديث مطول وحديث يعني وصلنا الى مرحله مسدوده. فبذاك الوقت انه طلب الرجال مهله 10 ايام لايجاد الحل لهاي المعاناه، انه اكو شحه مائيه وانتم ما هو تجعل المعاناه. شو ما هي المعرقلات او المشاكل اللي يعاني منها المزارع او الفلاح بشكل عام؟ الاستاذ العزيز، مشاكل الزراعه بالعراق مشاكل يعني اصبحت مثل ما ينقل من لسان المسؤولين مشاكل دوليه، وهذا شيء مو صحيح. مشاكل زراعيه تخص البلد، بلد رافدين. اليوم العراق بنهرين، العراق بلد زراعي، واغلب المناطق هاي الوسط والجنوب تحتاج على الزراعه الحقيقه.
فالمسؤول من يقول انه مشاكل دوليه، لا انا ما اقول له مشاكل دوليه، اقول له انت فشلك دولي، انت كمسؤول فشلك دولي، مو انا اتحمل. شنو هي المشاكل؟ المشاكل المسؤولين يقولون انه جفاف الدول وجفاف الانهر وسياستهم المائيه، سياسه الدوله المائيه. يعني انا اشوف دول الجوار تركيا، سوريا، ايران اكو سياسات بالضد من العراق حتى تهبط الزراعه العراقيه بالبلد، ويتجه انه الفلاح او الدوله لاستيراد الحنطه والشعير والشلب. فهم يعني سياسات خاطئه انبنت يعني على موضوع انه بلد نهرين ما بي زراعه. فقط الديوانيه ما بيه ماي؟ بس الديوانيه لو على مستوى بلد كامل؟ لا، هو على مستوى البلد كامل اكو شحه مائيه. يعني احنا ما من يتحمل المسؤوليه مال الشحه المائي؟ اكيد قائمين على الدوله، على راس الهرم. من يتحملها؟ اخو مو الفلاح يتحملها. فلاح هاي مهنته، وين يروح؟ اخو ما يهاجر ارضه، وبدت الناس تهاجر ارضها استاذ. يعني حقيقه بدات الناس تهاجر اراضيها او تحولها من اراضي زراعيه الى اراضي سكنيه بسبب اهمال الدوله، بسبب اهمالهم الحقيقي للزراعه. السبب الرئيسي هو الماء؟ اسباب عديده لتلكؤ الزراعه بالعراق، مو فقط الماء. يعني اسباب انه الدعم، اسباب البذور الرديئه، اسباب المبيدات والسماد وتاخير الوجبات للمزارعين. يعني مشاكل الزراعه تريد نهضه. الديوانيه منطقه زراعيه، مو المفروض هي تكون من الاولى لها توفير حصه والى اخره؟ الديوانيه منطقه زراعيه بحته تعتمد على الزراعه فقط، ما بيها لا مصانع لا مزارات لا سكك حديد. بس انعدمت مع الاسف. انعدمت اهل الديوانيه اللي يعدموها. انا ما احمل الديوانيه كمواطن او كحكومه؟ حكومه مواطنين. اليوم الديوانيه ما بيها صوت فعال، يعني خصوصا بالزراعه ماكو صوت فعال بالبرلمان او بالحكومه يطالب. يعني الفلاح يتحمل المسؤوليه؟ طبعا يتحمل المسؤوليه. فلاح نايم على الدهنه. فلاح ما يطلع. شنو الطالبه؟ يعني اطالبه ينتفض. شنو يطلع بيده ممكن؟ اطالبه ينتفض، اطالب الفلاح ينتفض لنفسه. ارضك عرضك، كرامتك. صح اكو معوقات، بس انت خليك اكبر من المعوقات. اطلع طالب، اصر اوقف عين المسؤول، لا تجامله. اقول للمسؤول انت غلطان، ما راح ياخذ راسك المسؤول، ولا راح يعاقبك، ولا راح يقطع راتبك، وانت اصلا ما عندك راتب. يعني انت شنو المعضله لما توقف باب المسؤول تقول له يابا انت غلطان، انت حرمتني، انت فاشل. شنو يعني؟ ايش راح يسوي لك؟ شو يسوي لك المسؤول يعني؟ ليش ما يقول لك؟ هو المسؤول اصلا على تغريده او على هامش يروح من منصبه وانت باقي. هو 4 سنوات كلهم يروحون يجون غيرهم. شنو ما قال فاز؟ قال فاز واقف بعينه والله. ليش ما يقول لك؟ عنده تردد الفلاح. من شنو؟ هو انت قلتها انه عرضك. الفلاح ما متعود على التظاهر. الفلاح شكله ما متعود على التظاهر والمطالبه. لازم يكون انه اكو متبني، اكو دافع. الجوع يخليه يطلع يتظاهر. هسه احنا جاي نشوف الفلاح جاي يجوع سنه بعد سنه، جاي ابنه ينحموا. طلع يعني نسبه اللي طلعوا للتظاهرات من الفلاحين انا اعتبرهم اقل من 10%. زين، انت بعد ما سويت لجنه تنسيقيه ودعيت الناس تظاهر لحد جاي تقول اكو نقص، مو صحيح؟ اي اكو نقص. زين شو تطلع؟ وماي ماكو انت جاي تقول ان الفلاح جاع. الفلاح يطلع من قطاع عن راتب الرعايه. لو الفلاح حطوه، الدوله تعرف سياسه الدوله وتعرف شلون تفكر، حطت تفاليس رعايه للفلاليح حتى يعرف انه يجنى 200,000 دينار بالشهر ويترك قاعه، وهي عيشته ومستقبله بقاعه. احنا خلينا نرجع نشوف شلون كنا عايشين قبل. الاسماك متوفره، كل شيء كان متوفر بالقاع لان كان اكو ماي. اليوم الفلاح اذا ما انتفض يعني يخليه يقرا على زراعه بلده الفاتحه. السنه اكو زراعه؟ السنه زراعه محصول الحنطه تقصد له شلب؟ الشلب او الحنطه؟ محصول الحنطه هسه جاي يعانون خصوصا اهالي الصلاحيه. طبعا اوجه ندائي من خلال قناتكم لاهالي الصلاحيه اللي بعد سده الصلاحيه. الصلاحيه ومهناويه
طبعا اكو هجمه ما اعرف مقصوده او غير مقصوده للفلاحين والمزارعين بهاي المنطقه. ليش ما ادري. هجمه من شنو؟ حرمانهم من الزراعه، حرمانهم من زراعه حتى موسم الحنطه الرأي مين الهجمه؟ اللي قائمين على اللي هم من هم؟ وزاره الموارد المائيه وموظفين بالديوانيه يعني. كاداره ناحيه تحمل مسؤوليه؟ كاداره ناحيه تحمل مسؤوليه 30%. والله 70% عليهم على الدوله، على الموظفين وعلى المحافظ، لان هاي منطقتهم. وبالناحيه اليوم لازم يوقف ويا الفلاحين، مدير الناحيه لازم يتصرفن ويوقف الفلاحين ارضه اهله منطقته ناسه. سبب نقص الماء قصدك مو؟ طبعا هو سبب نقص الماء، واحنا اكو حصه لشط الصلاحيه مسروقه من قبل النجف، جاي تاخذ حصتنا عينك عليه طبعا. لا ماخذينها بالقوه بالعفرته، ما اعرف بالعلاقات، ما اعرف بالفنك، وما اعتقد انه نوصل لمرحله انه بالفنك. لا بالفنك توصل ابواب مسدوده مع النجف، وراح تصير مشاكل بيننا وبين النجف. انت ليش ما قريت حصص؟ باعتبار انه حصص اكو ممر مائي على اساس للاهوار عن طريق النجف. فيوم الاربعاء اللي راح كنا بلقاء مع وزير الموارد المائيه، طبعا مشكور معالي الوزير، كان كلش متفهم الموضوع ومتجاوب يعني، وشخص الخلل. يعني احنا ابن الديوانيه مدير هيئه سدود العراق احمد الخزعلي، نص العباره قال له انت معطش اهلك. مثل ما قلت لك، قال له انت معطش اهلك مو اني. زين، دور النواب الديوانيه، اكو تعاون بينهم وبين الفلاح؟ احنا عندنا نواب الديوانيه؟ انا اسال حضرتك اللي اعرفه عندنا. ايش قد عندنا؟ تقريبا 11 نائب. بارك الله بهم. دورهم بالزراعه لو بكل؟ خلينا نحدث على الزراعه. على الزراعه دورهم ما لهم دور حتى 2.5%. شنو؟ نعم مثل ما قلت لك والله. يعني بايام التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات والمؤتمرات اللي قمناها خصوص منع الفلاحين والمزارعين، محصول الشلب كان دور حقيقه ما اجامل اي احد. دور كان الناظم الشبلي دور فعال. هسه مرات الناس تقولوا لي يعني انت يحسبون على جهته، انا لا منتمي لجهته ولا من جهته ولا له علاقه بي. واصلا الرجال الاول اجتماع بيني وبينه اقسم بذات الله كان الخلاف كلش بيني وبينه، بس هو الرجال تواصل وراح طالب في لقاء مع حميد الغزي بالحرف. قال انا طبعا وياي الشيوخ الفرات الاوسط من ضمنهم الشيخ جمال فريد رايح العطيه، قال انا ما حد مراجعني من نواب الديوانيه الا ناظم الشبلي وعبد الهادي الحسناوي عن النجف خصوص هذا الموضوع مال التعويضات. شنو القدمه؟ من مقدمه؟ ناظم الشبلي. ناظم الشبلي قدم حكومه الكاظمي اكثر من حكومه المشاء السوداني؟ اي اكثر، كان دوره اكبر هنا. شنو التغير؟ ما اعرف سياسات دوله. هو والنائب العربي. اي ما اعرف سياسات دوله هاي انه ما اعرف. هي نفس، انا حسب اللي فهمت من كلامك انه المزارع نفس المعاناه. لا المعاناه مستمره معاناه. لا مستمره. جيد. يعني احنا عندنا 11 نائب، معقوله بس نائب يطلع من عندنا؟ يعني فيصل النائلي اجى رجل بالمؤتمر الاول زين اكو شغله الثاني استاذ هم قدم شيء بسيط يعني ما ملموس. اما بقيه النواب اقسم لك بذات الله ما عندهم كل تواصل بهذا الموضوع نهائيا. ماكو اي تواصل. لا ماكو اي تواصل. اغلب النواب قبل الانتخابات نسمعهم برنامجهم الانتخابي او اهدافهم السياسيه انه الزراعه وسوف نتجه نحو الزراعه باعتبار الديوانيه زراعيه وكذا، وهسه من كلامك انه ما لهم اي صله بالزراعه. هاي الدعايات الانتخابيه يعني زين شو المواطن يعرف شلون تختار الشخص المناسب او الشخص الصح؟ المواطن العراقي لحد الان ما مختار صح. لحد الان بعده ينضحك عليه بكلمات من قبل مرشحين ويروح ياخذ صوته ويروح ما يشوفه. يعني احنا عندنا نواب انا والله العظيم اقسم بالله ما شايفه.
بس انا بالديوان اليوم راجع. طبعا انا من خلالكم اقدم شكري وامتناني الجناب المحافظ الاستاذ ميثم مشيت، كان له دور واضح وصريح بتوزيع المبالغ اللي اجت، وما اقدر انسى دور المحافظ السابق الشيخ زهير علي الشعلان. يعني كان له دور وكان له مطالبات وكانت له احتجاجات بالوزاره وله دور كلش فعال. ما اليوم انا ما اقدر انسى فضل اي واحد على هاي الشريحه. ارجع السؤال، الديوانيه سنه تزرع ولا ما تزرع؟ اكو حصه لها من الماي لو ماكو حصه؟ الديوانيه تزرع. شو وقت؟ شلب؟ ايه شلب وحنطه بنفس الوقت. حنطه احنا بالحنطه لحد الان مناطقنا بالصلاحيه ما مزروعه. ايش وقت؟ انت الحين الموسم من يثور الفلاح، من يكون شجاع ويثور الفلاح. والله رسالة جميلة. يعني من يثور الفلاح رسالة كل جميل. يثور على وضعه ويزرع حنطه ويزرع شليب وكل شيء يجرى له. حتى انتقل لفاصل التعويضات، رسالتك للفلاح. اخواني يعني وضعكم الزراعي اقسم لكم بالله كلش محرج، كلش محرج. يعني انت منظم نايم وتعتمد على غيرك، هذا مو صحيح. انت اليوم احنا شكلنا لجنه تنسيقيه باسم الفلاحين. من ندعوكم الى مظاهره او اعتصام، يعني هي وقفه ساعتين 3 ساعات زمان، اطلع من 8 ل 11 جيب حقك وتعال. هاي 3 ساعات ترى ما راح تهدم مستقبلك. يعني انت ما طالب منه شيء، مجرد لا وقفه. انا كل شيء ما اريد مجرد عدد يوقف. لا مو عدد، اريده وياي. انا اريده وياي. قصد انه لا مثلا يجي وياي، ما تعتمد علي انت. انا اطالب لك بس انا اطالب لك. يعني انا يكون انا اللي ارتب اللقاء، انا اللي ارتب المواعيد، انا اللي ارتب الاحتجاج. ما يصير. احنا لجنه تنسيقيه كلها احنا ما بينا 6 نفرات. يعني هذا كل هذا الحمل علينا. طلعوا ويانا عاونونا. عاون نفسك انت كفلاح، عاون نفسك. اللي اتمناه من عندهم انه ينتفضون. هسه كل دول العالم بيصير بها انتفاضات من يوقع ظلم على احد. انتفضوا وضعكم. الانتفاضه يجيب حقه، غير هاي ما له غير انتفاضه. ابد الفلاح ما له غير انتفاضه. استاذ علاء، ننتقل الى جانب تعويضات الشلب الاخيره. على اي اساس تم توزيع التعويضات؟ على اساس خطه سنه 21 اللي مسجله حسب السجل بالزراعه، تسجيل مرفوعه خطه. شلون كانت مرفوعه يعني سنتها؟ البعض كان مثلا خلينا نقول عندي 20 جتنا 10. هذا يصير مرات. شوف اكو نسب انه هاي ال20 زي نسبه الزراعه بهاي السنه، فسجلوا لك على النسبه يعني. ويعني انا الخلل وين؟ الخلل يعني مرات يصير حتى عند المزارع ما يراجع على نعم، ما يراجع على خطته، يتركها لان انهملت الزراعه، فتركها يعني ما تجيب نتيجه. ايس قاعد وسكت. انتم متوقعين انه ممكن تجيكم تعويضات؟ متوقعين تجي تعويضات؟ لا، التعويضات نجيبها بالقوه غصبا عليهم. والنعم منك. عشان ما مجملين هم، هذا حقنا نطالب ونجيبه. يجون اهلا وسهلا، ما يجون براحتهم. زين، ما هي نسبه الفلاح للملاك من التعويضات؟ القسمه قصدك؟ طبعا هذا سؤال كلش مهم وانا انحرج من عنده حتى على جواب. اليوم اكو حقيقه اكو ظلم صار على الفلاح من قبل بعض الملاكين لهم. يعني بعض الملاليك اخواني، ترى احنا خلينا نكون واقعيين. اليوم عدد الملاكين الارض بالواقع انه اقل بكثير من الفلاحين. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نقول زيد من الناس عنده 400 دونم واحد بس، ايش قد عنده فلاليح اكثر. اليوم اكو قسم من الملاليك ما انصفوه الفلاح، ما انصفوه. يعني كان المفروض انه انت هذا اخوك وشريكك بالقاع وعندك تعامل وياه، وعندك المفروض من تجيك حاله مثل هاي الحاله حسب ما يرضى الله، اقعد وياه اراضيه، اقول له يابا هذا هيك وهيك وهذا موضوعنا، وانا عندي مخاسير وانا عندي مواطير وانا عندي كهرباء. فما راح يقول لك لا الا احط لك ارضيه، فلاحك ارضيه. يعني ليش ما ترضي؟ يعني صار موقف صار قد البعض يعني نسبه 10% ما صفوها الفلاحين، ما صفوا فلاليحهم يعني نهائيا. قسم الناس على مهطوا. اي قسم مهطوا. زين، في هاي الحاله الفلاح وين يروح؟ للدوله.
قانونك وقانون اصلاح زراعي. كلجان التنسيقيه كان لكم دور؟ لا احنا ما نقدر نتدخل بين الفلاح والملاك لان ما عندنا شيء قانوني. احنا لجنه تنسيقيه ننظم مظاهره، ننظم مؤتمر، نطلع احتجاج، نراجع دوائر الدوله. فما ممكن جاك شخص قال لك يابا انه فلاح ما انصف رايكم من باب اجاني هوايه مو شخص. انا دخلت اذا اراويك تليفوني هوايه اكو بيه رسائل من بعض الفلاحين انه ملاليش ما مطينهم انصاف. الداخلت اللي اقدر عليه، يعني الداخلت اللي اقدر عليه اخابره اقول له يابا انت هذا مو صحيح. احنا اليوم فلاح وملاك صح. اكو انا احكي لك نسبه الفلاحين هواي نسبه من الفلاحين ما طلعوا مظاهرات، بس ما يعني انه ما يطلع ما يعني انه ما يطلع انا ما اعطي. لا هذا استحقاق من رب العالمين. انا كملاك الله ارزقني على مود ضرر ارضي، فضرر الارض مشترك به انا والفلاح. مع ما يقولون يقال، انا ما سمعت لا راجعت، يقال انه المرجعيه قالت الفلاح ماله، يقال انا ما راجعت. شلون ماله؟ ما يقول لك الفلاح انت تتعب وتاكل، يعني مو يعني حسب هيك يقال. النقل ما العهده على الناقل. زين نريد نعرف الخطه او الاجراءات المستقبليه للجنه التنسيقيه، هل هي مستمره؟ شو اجراءاتكم او خطتكم للمستقبل؟ احنا استمرارنا وقوتنا من الفلاحين مو من عندنا. كلجان انتم يعني شنو اللي ببالكم تستمرون مثلا؟ اكيد ما نفوت على حقنا هذا. شنو اذا ابقى واحد انا ما مفوت على حقي. واحد اذا ابقى مستمرين. نعم طبعا. اجراءاتكم للمستقبل؟ بالمستقبل اجراءاتنا انه اني عندي راح يكون تجمع مع الفلاحين بالصلاحيه والمهناويه، لان شاميه تقريبا خلصت ثلثين زراعه، غماس خلصت ثلثين زراعه، بقت عندي هاي المناطق اللي خلف السده انه ما تمت زراعتها الحنطه بشكل كامل. فراح يكون عندي اجتماع مع الفلاحين خلال هاي الايام ونقرر مصير، اما اعتصام مفتوح او مظاهره لغلق الدوائر المعنيه. شكرا لك استاذ علاء، وصلنا لختام هذه الحلقه، نشكرك على حسن الضيافه. نعم احبتي المشاهدين، وصلنا لختام هذه الحلقه، انتظرونا في حلقه اخرى، الى اللقاء. اهلا وسهلا بكم.